تعريف بسيط عن من حضرتك اعراضه بقى ايه بتكون ايه في البدايه؟ تمام. هو عشان نعرف يعني ايه انزلاق غضروفي لازم نعرف تركيب فقرات جسمنا ازاي. احنا عندنا فقرات جسمنا يبقى في ما بينها زي غضروف. الغضروف دوت وظيفته ان هو يمنع احتكاك الفقرات ببعضها البعض، وان هو بيوزع برضه حمل الجسم عليه. الغضروف دوت بيبقى متكون من ماده جيلاتينيه ويبقى حواليها زي حزام ليفي. الحزام الليفي دوت بيمنع خروج الماده الجيلاتينيه، وان هي وبيمنع ان هي تاخد حجم اكبر من حجمها. في بعض المرضى اللي هم بيشيلوا اوزان تقيله او عمل اي حركه غلط او مع خبط او حادثه او كده، بيبدا يحصل ان الماده الجيلاتينيه دي تخرج وتبدا تضغط على الاعصاب. على حسب بقى المكان اللي ضغطه فيه هو ده بيبقى العلاج. يعني احنا عندنا يعني المفاجاه اللي عايز اقولها لحضرتك ان 95% اللي بيحصل لهم انزلاق غضروفي ما بيحتاجوش اي عمليات جراحيه خالص في اي مرحله من مراحله. لان زي ما قلنا الانزلاق الغضروفي يبقى على حسب ما خرج. لو خرج ورا وبدا يضغط على النخاع الشوكي، ده المريض اللي لازم اتدخل واعمل له عمليه جراحيه. لو خرج من في الجنبين ودي النسبه الاكبر، بيبدا يضغط على ما يسمى بجذور الاعصاب. الماده الجيلاتينيه ديت نفسها بتبدا تعمل زي تهيج او التهاب للاعصاب، ودي اللي بتؤدي للشعور بالالم. والالم بيبقى في الظهر ويبقى في الرجل وممكن كمان يوصل لمشط الرجل. فطبعا احنا دورنا بقى ان احنا في الانزلاق الغضروفي ان احنا بنعالج التهاب جذور الاعصاب دي، لان الماده الجيلاتينيه دي مع الوقت بتبدا ان هي تنشف، وبيبدا الغضروفي بيبدا ينكمش ويرجع لحجمه الطبيعي تاني بدون اي تدخل مننا سواء جراحي او غير جراحي. فاحنا كل تركيزنا ان احنا نضيع الالم للعيان دوت لحد ما ربنا يكرم ويبدا الغضروف يرجع لحجمه الطبيعي او يبدا ينكمش. يعني مش هيرجع طبيعي بنسبه 100%، ولكن هينكمش، وكميه الضغط اللي هو ضغط بها على جذر العصب تبدا تقل. طيب لو احنا هنتكلم على